أهلا أهلا يا جارتي زينب، كيف حالك؟ بخير 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 يا جارتي سلوى، كيف حال أبنائك مروان وآلاء؟ بخير بخير، ليس مروان إنه صفوان. الآن وتغلطين في اسمه. آسفة آسفة آسفة. بخير الحمد لله وبخير الحمد لله. كيف حال كيف حال أبنائك سمسم ومروان؟ بخير الحمد لله. وكيف حال زوجك فؤاد؟ بخير الحمد لله. وأنت كيف حال زوجك حسن؟ الحمد لله بخير وسلامة. يا أختي العزيزة، أخبريني كيف حال أولادك وأعدادها؟ ما شاء الله ما شاء الله على أبنائي. تحصل صفوان على شهادة تقدير ومعدل 18.50 وعلى الجائزة الأولى. أما الصغيرة آلاء فلا تقل عن أخيها شيئا، فهي الأولى على مدرستها، شهادة امتياز، معدل قريبا من 19. ما شاء الله ما شاء الله. جهدهم لم يضع هباء. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت، قد كنت أما جيدة لهم. أحسنت اعتناء بهم ومراجعة لهم أثناء الامتحانات. ما شاء الله. أولادك أذكياء ما شاء الله. مم. أعرف إنهم مثلي ومثل أبيهم، فهم حد الذكاء ويحبون العمل ولا يلعبون قطا قطا قطا. أعرف ذلك. دائما أرى أبنائك يدرسون طوال النهار وفي الليل، ومن دروس خصوصية إلى دروس خصوصية في المدرسة وخارج المدرسة. ما شاء الله. نعم نعم، جهدهم لم يضع صدى أبدا يا جارتي زينب. الحمد لله. أنا فخورة كثيرا بأبنائي، وزوجي اشترى لهم ألعابا جديدة، وسنذهب بمناسبة نجاحهم بأعلى الأعداد إلى النزل الفخم يا زينب. ما شاء الله تبارك الله. اللهم يحميهم من عيون الحاسدين. دائما أقرأ لهم قل هو الله أحد والمعوذتين حتى لا يصيبهم الحسد، فتعرفين أن أعين الناس كثيرة في هذه الأحياء. ما شاء الله على أبنائي ما شاء الله. وأنت يا زينب، كيف حال أولادك وأعدادهم؟ الحمد لله، لقد حصلوا على معدل فوق 10. الحمد لله، فوق 10 وفخورة بهم. المهم أن أخلاقهم جيدة، والذي درسوه تمكنوا منه، لكن الامتحان لا يعكس قيمتهم. أعرف، لكن معدلهم ضعيف. ادخليهم للدروس الخصوصية وسيتحسنون. مروان يلعب طول اليوم، لماذا لم يدرس مثل أبنائي؟ هل تريدين مساعدة من أبنائي ليساعدوا أبنائك؟ لا يا صديقتي ويا جارتي العزيزة سلوى، أبنائي أنا أدرسهم والحمد لله على ما حصلوا. مروان يا كثير التشتت وقلة التركيز تضيع النقاط سدى. وسوسن صحيح أنها طفلة ذكية، لكن بعض النقائص سوف نصلحها الثلاثي القادم. أعرف. ولماذا لا تبدين غاضبة منهم يا زينب؟ ولماذا أغضب منهم؟ فهم أبناء أعزاء وصحتهم أهم من كل معدل. صدقتك. أتحبين أن يجلب أبناؤك أعدادا جيدة مثل أبنائي؟ أحب
ليس لا ضير فيها، لكن الحمد لله المهم أن صحتهم جيدة وأخلاقهم عالية، ولا يسبون أحدا ويحترمون الكبير، أهم شيء عندي. نعم، مثل أبنائي تماما. تبارك الله في أبنائك يا سلوى. والآن سأذهب وأعد الفطور لأبنائي فإنهم سيرجعون قريبا، هي وهم وزوجي. حسنا، ودعتك السلامة يا صديقتي زينب، إلى اللقاء. يجب أنا أيضا أن أذهب إلى السوق وأشتري بعض الأكلات وبعض الخضر والغلة اللذيذة، مستلزمات الفطور الشهي. سوف أطبخ لهم غلة البحر، هل تسمعين بها؟ نعم نعم نعم، أعرفها يا سلوى. إلى اللقاء يا سلوى. إلى اللقاء يا صديقتي. آه، الحمد لله. إنها مغرورة كثيرة هذه سلوى، إنها مغرورة. آه، كنت سأضربها أو أشتمها، لكنه رمضان ولا يجوز علينا أن نسب الغير أو نضربهم أو نرد عليهم بكلام جارح. كيف تحكمت بأعصابك يا زوجتي زينب؟ ماذا أقول غير هذا يا زوجي؟ ماذا أقول غير هذا؟ لا أريد أن أقابل هذه المرأة الشوطاء، لكن يجب أن أتحمل كل هذا، فكلامها صحيح مثل السكين يدخل القلب، لكنني سأجيبها بابتسامة خفيفة. إن أبنائها عديم الأخلاق، رغم أن معدلاتهم جيدة لكنهم عديم الأخلاق، يسبون المرأة ويلبسون ثيابا عارية إلى غير ذلك، ولا يحترمون الكبير ولا الصغير. لا يهمني الأعداد، يهمني فقط أن أبنائي في تربيتهم جيدة الحمد لله، والمعدل بئس له. كلامك خير. تعالي تعالي هنا يا زوجتي، أعنيك كثيرا. أنت تعبت معهم، وتبارك الله في مجهودك يا زوجتي الغالية يا زينب. شكرا شكرا يا فؤاد. أعرف أبنائي أذكياء، لكنهم لا يريدون أن يظهروا ذلك. أعرف في صميم قلبي. في المنزل يجيبون إجابات صحيحة، وفي المدرسة يجيبون بالخطأ. يجب أن أجد لهم حلا في الثلاث القادم وذلك ماذا؟ حسنا حسنا يا زوجتي، وأنا منذ الآن سوف أساعدك في معالجة نقائصهم، فنحن إذا تعاوننا لن يقدر علينا أحد يا زوجتي الغالية. سوس زينب.